البابا شنودة لما ترسم بقى فكل شوية يشوفني طالع السلم. عندنا سلمين في المبنى اللي في الوش ده، سلم هنا وسلم هنا. والبابا كان المقر بتاعه في نفس المبنى. كانش لسه القضية بنات ولا القضية بنات سنة 68. لكن بعد ما بقى بطرك بقى شافني بعد ما تعينت رسم بقى معاه سنة 76، شافني طالع نازل عند الدكتوراه المفتاح. فجيت في مرة المهم بقول له على حاجة، قال لي يا ابني انت معانا ولا علينا؟ قلت له ده ابنك سيدنا. قال لا مش ابني، ومتضايق. كان لما اترسم بقى سيدنا كان بيخرج كتير يصلي في كنايس شارع السكة الحديد فطبعا بطرك بيروح كنيسة 100 شماس بيلبسوا، عاوزين قائد. هو سيدنا كان يعني عنده حس في ودانه، يحس اللحن، صوته كان جميل برضه. لقيته هو زعلان، ما اعرفش زعلان ليه، لدرجه ان رحت الدكتور يوسف منصور قلت له انت السبب، انا كنت عاوز اروح كنيسه صغيره اعمل فيها خورس واصلي وخلاص، ده اللي كان في ذهني. قال لي معلش ما تتضايقش، انا هشوف سيدنا. راح قال لي سيدنا ابراهيم زعلك فيه وبتاع. فقال له انا بروح الكنايس بلاقي بتاع 100 شماس وعاوزين واحد يقودهم، امال انا معينه معايا ليه؟ فقعد الدكتور يوسف منصور بقى يتكلم كلام خلى سيدنا ابتسم. قال له مين يستاهل يصلي مع قداستك؟ مين يستاهل يركب العربيه مع قداستك وبتاع ده؟ سيدنا البابا شنودة الله يرحم نفسه بقى كان رغم العلم الغزير والنباهه والشطاره في بساطه. انا شفت الحاجات دي منه، شفتها في انبا غرغوريوس برضه. دايما العلماء تلاقي كده جانب انساني وتلاقي في بساطه في التعامل. فالمهم الدكتور يوسف قال لي طلعني مخصوص، كان في شهر سبتمبر، كان في عيد الاباء المطر ابراهيم واسحاق بقى. كنت انا بصلي مع ابونا مساج زمان، انا اصلي في الكنيسه الصغيره ومع الدكتور راغب المفتاح، وده كان اللي انا بعمله، ودرس في الخورس وطالب في المعهد، وكله كان في مكان واحد. كنا دراستنا في الكليه التركيه نفس المكان. فالبابا شاف كده. المهم رحت الدكتور يوسف منصور ناداني من الكنيسه بتاع برويس وقال لي تروح لسيدنا تسلم عليه وما تتكلمش في حاجه وتقول له حالين يا سيدي. فعلا رحت سلمت عليه، لقيته ابتسم والموضوع خلص. انا حالين يا سيدنا والموضوع خلص. من هنا حسيت بقى بالبساطه والتعامل البسيط، لان كان في حب الحقيقه. يعني هو اعطاني حب كتير قوي وكبرنا، لان هو من الاول هو اللي قال يقعد